لما كنا صغيرين ونحب نعرف إذا كان في حد صايم ولا لأ، كنا بنقول له تعالى كده وريني صباعك. وبعدها بنمسك الصباع ونحاول إننا نعمل تانية في الجلد بتاع الصباع، وبعدها نبص عليها بتركيز ونقول له أنت فعلا صايم، أو نقول له أنت كذاب، أنت كده مش صايم. وعلى الرغم إننا كنا بنعمل الموضوع ده ببراءة الأطفال، ولكنه مرتبط بالصيام بطريقة ما علمية وطبية شوية. فتعالى وأنا هفهمها لك. في العادي الجسم بتاعنا بيكون فيه كمية معينة من السوائل اللي هي المية، والمية دي بتعمل على ترطيب كل أجزاء الجسم، واللي منها طبعا الجلد بتاعنا. فالجلد طول ما هو مترطب كويس وفيه الكمية المناسبة والكافية من السوائل بيكون في درجة من الليونة. وفي العادي لما احنا نقرص الجلد بتاعنا المفروض الليونة دي تخليه يرجع يستوي بشكل طبيعي في أقل وقت. أما بقى في حالة الصيام فالجسم بتاعنا بيبدأ إن هو يفقد السوائل دي ويدخل في حاله من الديهايدريشن او الجفاف، حتى لو كان بدرجه بسيطه، ولكن ده بيخلي الجلد بتاعنا يفقد الليونه اللي كانت فيه. وعلشان كده لما بنعمل تانية في الجلد بتاخد وقت على ما بترجع للوضع الطبيعي. وعلى فكره دي تعتبر طريقه بسيطه بنستخدمها في الفحص الاكلينيكي عندنا في الطب علشان نختبر بيها وجود الجفاف. قوم بقى امسك صباع كل واحد في البيت وشوفوا صايم فعلا ولا مخبي عليكم. وبس كده. يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. بس اوعوا تنسوا، دكتور بيست دكتورك المفضل. سلام.